الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. إن شاء الله وحن سمينينا تسجيل صوتي عن ضوبنا بإذن الله الباري رسالة إلى تحفة الأطفال وسكليها للشيخ سليمان الجمزوري. مركوا تسجيل صوتي يعني سمينينا si ardayda ay ugu fududaato baxarka ay ku socoto risaaladani waa baxru rajs al-kamil. baxru rajska loo qaybiyaa labo, mashduur iyo kamil. yaqulu raji rahmatil ghafuri inta hadii bayd laga tiriyo waxa la yiraahdaa mashduur baa la yiraahdaa, laakiin yaqulu raji rahmatil ghafuri dawman sulayman huwa al-jamzuri hadii hal bayd laga tiriyo kamil baa la yiraahdaa. قال الناظم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهيد الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبيني. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق 6 رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام ب6 أتات في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة في ينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كالدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنى في اللام والراء ثم كررنا. والثالث الإغلاب عند الباء ممن بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذاتنا كم جاد شخص قد سماتم طيبا زد فيه تقنطع ظالما. أحكام الميم والنون المشددتين وغن ميما ثم النون شددا وسم كلا حرف غنة بدا. أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء. أحكامها 3 لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسامها شفوية. واحذر لدى واوي وفاء تختفي لقربها ولاتحاد فاعرفي. حكم لام ال ولام الفعل
للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 4 مع 10 خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فعي طب ثم صل رحمن تفز تبدع نعم دع سوء ظن زور شريفا للكرم واللام الأولى سامها قمرية واللام الأخرى سامها شمسية وأظهرن اللام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى في المثلين والمتقاربين والمتجانسين إن في الصفات والمخارج اتفاق حرفان فالمثلان فيهما أحاق وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا في المتجانسين ثم إن سكان أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وفمنه بالمثل أقسام المد والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه 3 فعيها من لفظ وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا أحكام المد للمد أحكام 3 تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مات في كلمة وذا في متصل يعاد وجائز مد وقصر انفصيل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عارض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا أقسام المد اللازم أقسام اللازمين لديهم 4 وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه 4 تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول السوار وجوده وفي 8 انحصار يجمعها حروف كم عسل نقاص وعين ذو وجهين والطول أخاص
وعين ذو وجهين والطول أخاص وما سوى الحرف الثلاثي لا أليف فمده مطا طبيعيا ألوف فمده مدا طبيعيا أليف وذاك أيضا في فواتح الصور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح 14 سله صحيرا ما انقطع كذا اشتهر خاتمة النظم وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ندو بدا لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي